الناس اللي راهي تروح للخارج تخدم في الخارج. ديبلوم تاعنا صح ما راهش معترف به دوليا، تسمى وين تحط وتبوزيه تخدم. دخلت التخصص اول مره عجبك ولا لا؟ تخصص بريمير اني ما عجبنيش، ما كنتش راضي بهذا سبيسياليتي، كنت نعاود الباك تو. بديت نقرا البريمير اني، طلعت عامي الحمد لله. من بعد دوزيام اني مازلت متردد شويه، بريمي سيمستر دوزيام سيمستر سي بون عجبني الدومين قلت نكمل فيه. لو فات كو زيت ان ديسيزيون فينال راح نكمل في هذا الدومين، مديت اوفون شغل قريت مليح. اي فوالا كي قريت مليح الحمد لله شغل شتيت هذاك الدومين. نوصلوا للبيت القصيد واللي هو كي يخلص التلميذ ولا الطالب هذا التخصص، ما هي فرص العمل؟ فرص العمل في مجال الطب البيطري عندنا 3 برونش برينسيبال. الحاجه الاولى تقدر تحل عياده بيطريه كما رانا احنا دركا. الحاجه الثانيه تقدر تروح في الدومين فارماسيوتيك تسمى في الدواء، سوا ديليغاسيون سوا تخدم في لابو. حاجه ثالثه تقدر تخدم عند الدوله انسبكسيون، لا تخدم في الادمينستراسيون في الاداره. كاينه اوبسيون رابعه نزيدوها باسكو اكطوالمون ولات ناس بزاف تروح ليها، الناس اللي راهي تروح للخارج تخدم في الخارج. ديبلوم تاعنا صح ما راهش معترف به دوليا، تسمى وين تحط وتبوزيه تخدم. مي كاين تيست ديكيفالونس، سوا يديروا لك ديكيفالونس على لابراتيك تاعك وتقدر تخدم. هذه كاين الناس اللي تحب تروح تقرا في جامعه في الخارج، جوست دير ليكيفالونس ومن بعد تكمل ديريكت تخدم بالدبلوم تاع هذيك الجامعه اللي قرا فيها. ما كاين فرص عمل متوفره للناس اللي حابه ان شاء الله.